عمرك حسيتي بلا دماغك ولا بحال شي بونجا كتشرب اي حاجه ولكن ما كتقدر تنتج والو؟ هذا هو الوصف الدقيق ديال البرين روت اولا تعفن الدماغ. هذا المصطلح اللي ولا رائج مؤخرا واللي بزاف ما عارفينش وما حاسينش بلا راه كيعانيو منه. تعفن الدماغ هي واحد العمليه ديال الاغتيال البطيء للقدرات الذهنيه ديالنا. هادشي كامل بسبب الانترنت وبسبب الريلز اللي منين كنصبحو حتى كنعسو وحنا مقابلينهم، حتى كنلقاو نهارنا ضاع وما درنا فيه حتى حاجه، جالسين كنستهلكوا في المحتوى بلا فائده غير حيت ولفنا وتبلينا. المشكل اننا ولينا كنحولوا واحد العضو اللي مخلوق باش يبدع ويزيد بينا للقدام مجرد حاويه للنفايات الرقميه. الدماغ ديالنا كيعاني في الصمت وعيا ما يصيفط لينا في لي ميساج، ولكن حنا ما بغيناش نفهمو ولا نعيقو حيت الانترنت استنسفاتنا ديال بصح خصوصا مؤخرا. وهذا الشيء كيوصفو لينا نيكولاس كار في الكتاب ديالو المتخلفون بكون الانترنت إعادة هندسة تخريبية للدماغ، حيت كيدربنا نكونو سطحيين وما نقدروش نغوصو في عمق أي فكرة. فاش كتفيق الصباح وأول حاجة كديرها هي التليفون وتبدا تتفرج في الريلز والشورتس اللي هما عبارة على فيديوهات ديال ثواني، دماغك كياكل العصا ديال بصح وكتولف واحد العادة اللي خايبة ماشي في الصالح ديالك، حيت هاد الفيديوهات كيعطيوك جرعات سريعة ديال الدوبامين بلا مجهود. وكيف حذرات الدكتورة أنا لامكي في الكتاب ديالها الدوبامين نيشن، هاد الإفراط في المتعة السريعة كيدفع الدماغ لواحد الحالة ديال الألم الخفي فين مبقيتيش كتحس بالراحة إلا وانت هاز التليفون. وهنا كيجي كاي نيوبورت في الكتاب ديالو التركيز العميق باش يعطينا الحقيقة المرة، وكيقول بالحرف إن القدرة على أداء التركيز العميق أصبحت نادرة بشكل متزايد، وفي نفس الوقت أصبحت ذات قيمة متزايدة في اقتصادنا، والقلة التي ستحافظ على هذه المهارة هي التي ستزدهر. هاد العبارة كتلخص لينا بلي تعفن الدماغ ماشي غير مشكل بسيط، بل هو عائق كيمنعك تكون متميز. وهذا الشيء راه كيخدم ناس اخرين حيت هما كيدخلوا السبب ديال الفلوس وانت ما كدير والو، لا فلوس لا صحه. فمثلا فاش كتحاول تقرا شي كتاب اولا غير شي نص طويل ولا تحاول انك تفهم شي درس معقد، كتلقى راسك كل دقيقه باغي تحل انستغرام ولا تيك توك ولا فيسبوك بلا سبب. هذا هو التعفن، حيت كيخلي دماغك معاق وعكزان انه يفكر ويبدع او لا يخدم اصلا. والحل لهذه الحاله كيتطلب خطوات عمليه صارمه. اولها هي تخصص ساعه كامله على الاقل في اليوم ويكون فيها التليفون بعيد عليك، مثلا تحطه في شي بيت اخر وتجبر دماغك يخدم على حاجه وحده بحال القراءه ديال 10 ديال الصفحات من شي كتاب ورقي بلا توقف، ماشي بدء كتاب ورقي. الخطوة الثانية وهي التطهير. هنا غتبدا بالإشعارات نوتيفيكاسيون ديال التليفون، خاصك تحيد كاع التنبيهات اللي ماشي ضرورية، حيت كل نوتيفيكاسيون ديال التليفون هي بمثابة ضربة للتركيز ديالك، كتحتاج عاوتاني واحد 20 دقيقة باش ترجع منه للحالة الطبيعية. الخطوة الثالثة وهي ممارسة الملل الإرادي، يعني فاش تكون واقف في الصف ولا كتسنى شي حد ما تجبدش التليفون، خلي دماغك يهضر مع راسو ولا دير التأمل مع راسك في بيتك مثلا، ولا خرج للطبيعة وتمشى مثلا. كاين حل آخر وهو أنك تسويتش الشورت فورم باللونغ فورم، بمعنى أنك تبدل المحتوى القصير بالمحتوى الطويل. مثلا مثلا بدل ما انك تتفرج في الريلز سير دير شي فيديو في يوتيوب ديال شي بودكاست اولا غير شي فيلم كيهضر على شي حاجه اللي انت انتريسي بها ولا انت. هادشي هذا كيرجع للدماغ ديالك النفس الطويل اللي خصو. وخطوه اخرى وهي دير ديتوكس الدوبامين واللي خاص يكون اسبوعي، فمثلا تخصص نهار الحد كنهار خاوي من وسائل التواصل الاجتماعي باش تخلي مستقبلات الدوبامين في دماغك ترجع للطبيعه ديالها وتولي تحس بالمتعة في الحوايج البسيطة. كل ما استهلكتي التفاهة كل ما نزلات عتبة الإحساس عندك بالإبداع. للأسف
وللاسف الشديد حنا ولينا الجيل كيعاني من المجاعه وسط الوفر. يعني عندنا كلشي متوفر ولكن ما كنخدموش هادشي لمصلحتنا باش نزيدو لقدام، كنشدوها الحاجات السلبيه من اي حاجه ايجابيه في هذا العصر. هاد الحاله ديال المجاعه وسط الوفره كتحولك لشخص سطحي، كتلقى راسك عارف بزاف ديال الحاجات التافهه وعارف كاع الترندات، ولكن القدره ديالك على التركيز العميق في شي حاجه اللي مهمه اللي تستاهل ومعقوله كتموت. والناس اللي غادي يخليو دماغهم يتعفن المشتتات غادي يلقاو راسهم في الهامش، حيت العالم مبقاش محتاج الناس كيعرفوا يسكروليو، بل محتاج الناس كيقدروا يفكروا بعمق ويحلوا مشاكل معقده. الخطوره ديال تعفن الدماغ هي انه كيسرق منك اغلى حاجه عندك وهي حياتك. وهنا كنوليو نعانيو حتى من الانتباه المخطوف، كيف ما سماه يوهان هاري اللي كيشرح الانتباهنا تعرض للسرقة من طرف شركات كبرى كتستعمل خوارزميات باش تخلينا مدمنين وشادين التليفون نهار كامل، حيت هذه هي السياسة ديالهم. كل ما بقيتي انت داخل شي ابليكاسيون كتسكرولي كل ما هما كيربحوا اكثر، وهذا الشيء كينعكس على حياتنا كامله. القرايه كتولي صعيبه، الخدمه كتولي عكسان انك تمشي ليها، والذاكره كترجع ضعيفه بزاف حيت الدماغ ديالك ما بقاش كيخزن المعلومات المهمه ولا غير كيمسح باش يدخل تفاهه جديده. نوض دابا وطبق هاد الخطوات، حيت الدماغ ديالك هو العاصمه ديال الكيان ديالك، وما تخليهش يولي مجرد صدى الافكار ناس اخرين وقرارات خوارزميات ما كيهمهاش مصلحتك، بل كيهمها غير شحال ديال الوقت ضيعتي من حياتك وانت كتشوف في اللاشيء وانها هي دير لاباس. هادشي اللي كاين. الا وصلتي حتى لهنا خلي لينا لايك وكومونتير زوين بحالك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي قراب لكم باش هما يعرفوا تعفن الدماغ. See you next شليسة إن شاء الله.